الفصائل المختلفة في العراق شيء مش ما يخجلش، لأنه حقيقة احنا بنتكلم عن عرقيات دينية مسلمة. لا رجاء أنا ما أقول مخجلة، بالعكس كانت هذه مظاهر قوة المجتمع العراقي. كانت هنالك مواطنة، كان هنالك قانون يجمع المواطنين العراقيين قبل أن يكون. هل تتصور حضرتك أنه المواطنة بالقوة الجبرية تحت حد السيف، حد فوهة السلاح، كيف يعني؟ هل المواطنة تكون مواطنة حقيقية، ولا المواطنة دلوقتي اللي بيحارب من أجل تحرير بلده في خندق واحد، العراقي السني والشيعي والصابئة والأيزيدي، وبيحارب فيها العراقي والكردي والتركماني، كله بيحارب في خندق واحد لتحرير وطنه؟ هي دي المواطنة ولا المواطنة زمان اللي كانت قدام المدفع؟ لا المدفع هذا شيلي من بالك. العراق شيلي من بالي ازاي؟ كان العراق موحد مو بالمدفع. دي مذابح اتسجلت في التاريخ. فين المذابح؟ ما عندكمش كان ايام صدام مذابح؟ ايام صدام مذابح؟ ما كانش فيه؟ فين قولي لي فين المذابح؟ في حلبشة دي متسجله. دي متسجله مذبحه حلبشة انها رابع مذبحة أو جرائم ضد الإنسانية على مستوى العالم بعد هيروشيما اطلعي على صدقني مطلعة، بقول لك معلومات. الحلبشة الذي ضربها الإيرانيين، لكنه المنهزم من يكتب تاريخه؟ المنتصر. الآن صارت حلبشة العراق، حكومة العراق. يعني النظام العراقي ذبح حلبشة. أمال مين؟ الإيران حضرتك؟ طبعا يعني إيران ضربتها. اقرأ التقرير اللي صدرت بالصحف الأمريكية، واللي قال أن هذا السلاح الكيميائي اللي ضربت بحلبشة هو سلاح تمتلكه إيران وليس العراق. احنا لا نتحدث، فيها تقارير كثيرة. اثنين، أين المذابح اللي صارت في العراق؟ في قصف كيماوي للفناء للأفراد يعني بالطائرات، دي برضه ما تحققش فيها. وين؟ أيام صدام حضرتك بتكلمني على وين كيميائي ضرب صدام حسين؟ اليمن ضرب صدام. الأكراد، تطهير عرقي، عمليات تطهير عرقي للأكراد. والآن الذبح الآن اللي يجري على الهوية من 2006 إلى حد الآن، ماذا نسميه؟ بص حضرتك، حلبشة، الأنفال، التطهير العرقي للأكراد، كل دي جرائم، والمقابر الجماعية اللي كانت بتتلاقى فيها يعني بأعداد كبيرة جدا. يا حضرتك أرجوش رجاء روحي اتفرجي على المجازر، على المقابر الجماعية الآن. لا روحي شوفي على مليون ونصف ذبحوا. ناس بيحرروا بلدهم. أنت الآن أنت محبة الآن ضد النظام السابق. أنا لا أدافع عن النظام السابق وأقول النظام السابق كان من المثالية، فيه أخطاء. لا ما حدش يزعل انك تدافع. لكنه قيس يا حضرتك انتمائك يعني بعثي، فما حدش يزعل انك تدافع. مو موضوع انتماء، انا انتمائي عراقي قبل ان اكون بعثي. طب عراقي مش سعيد دلوقتي بتحرير بلدك؟ لا انا بدي احكي لك. انا طب اتفضل، انا سامعك. انت ذهبتي الى اتجاه، وانا بدي اعطيكي. داعش لما دخلت الموصل غادروا اهل الموصل نصف المدينه اللي هي تعدادها حوالي 1,000,000.